يا صباح الفل يا صباح الورد. النهاردة هنعمل في الخلاط، في ضربة خلاط هنعمل حاجات حلوة قوي قوي، فطار وحاجة حلوة لآخر الليل السهرة، وندلعهم شوية. يلا بينا نبدأ. معانا كوباية الا ربع لبن، كوباية الا ربع زيت، كوباية الا ربع سكر، وثلاث بيضات. ثلاث بيضات بس، وصفتنا اقتصادية خالص. كوباية الا ربع عصير برتقال، وكوباية الا ربع زبادي، واتنين واحد فانيليا. ويلا كله في الخلاط، البيض مع الفانيليا، كوباية الا ربع زيت، كوباية الا ربع لبن، سكر والزبادي، كل المكونات بتاعتنا. بس عصير البرتقال لازم نصفيه عشان التفل اللي فيه ده بيتقل الكيكة. بس كده، بضربة خلاط واحدة هنعمل لهم حاجات جميلة. بس كده. يلا الخليط بتاعنا كله، ونحط كوباية، 3 كوبايات دقيق ونص على كل الكمية دي، 3 كوبايات دقيق ونص. بس هنحطهم واحدة واحدة ونقلب عشان ما يكتلش مننا. هنحط بقى البيكنج باودر بتاعنا. وتعالى اقول لكم بقى تركه صغننه خالص هتخلي الكيكه بتاعتكم مظبوطه جدا. معلقه خل مع البيكنج باودر بتديلي فوليو وتخليها، حتى لو مش بتنجح معاكي هتنجح معاكي. هندهن الصينيه بتاعتنا زبده، ونغلفها بدقيق، ونحط نص الكميه. يعني ايه، خليها مش مشكله، مش ضروري تبقى عاليه قوي مننا يعني المره دي، عشان نعمل لهم حاجه كمان. والباقي هنحطه في صينيه تانية وهنعمله بالشوكليت. حطي 3 معالق شوكولاته صغننين في الكوبايه، بودر عندك عايزه تسيحها اللي موجود عندك ممكن تحطيه، ومعلقتين زيت صغيرين عشان ما تكتلش مننا في الخليط بتاع الكيك. ونفضها بقى فيها ونقلب كله مع بعض لحد ما كله يبقى لون واحد. ونغلي في الصينيه زيت وكاكاو بودر، ونحط الخليط بتاعنا. لو اول مره تتابعوني، ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. لازم نعمل الكيكه بتاعتنا بالسكينه من على الوش كده، عشان لما ترفع معاكي ما تفرقعش وشها، ما يبقاش شكله وحش يعني. بعد 45 دقيقه في الفرن طلعناهم. دي هنحطها في جنب بقى بتاع الفطار. ويلا بقى نعملهم حاجه حلوه ولذيذه في الخلاط برضو. هنحط كريم شانتيه في الخلاط، ونحط عليه 2 باكو كريمة، معاهم كوباية لبن متلجة وكوباية مية متلجة الاتنين. هو الخلاط بيلف على فكرة، بس عشان تقلت ما عادش باين هو بيلف. بس كده. يلا بقى، لو عندك كاسات، عندك كوبايات، عندك علب، عندك اي حاجة، قطعي الكيكة على قدها ورصيها، واسقيها بقى شربات، اسقيها عصير برتقال زي ما تحبي. واي حاجة زوقيها بقى يعني ممكن اي حاجة في الاخر تحطي اي. انا كان عندي صوص طوفي وعندي حاجات في التلاجة، فقلت نجيب كله بقى الاول. ده صوص طوفي، ودي كان عندي شوكولاتة سيحتها وفي حمام مية دافي وحطانيها منها برضو. انت عندك اي حاجة دلعيهم بيها، ممكن تبشري شوكولاتة على الوش، ممكن تحطي جيلي اللي انت عايزاه يعني، حاولي تدلعيهم بأي طريقة. ده صوص فراولة. وده صوص توفي. لو عندك بقى شوية مكسرات، عين جمل، عندك شوكولاتة، عندك اي حاجة يعني زي ما تحبي، ده حاجة ترجع لك انت. يعني ايه، ما تقفلاش قوي على نفسك. المهم ايه يعني ايه، بأقل التكاليف ابسطيهم في البيت. عين جمل. وبس كده.
دي الكيكة بتاعتنا بقى نفطر بيها، وده نعينه للسهرة. تعالوا نوريكم الكيكة من جوه. انا عايزه اقول لكم ان معلقه الخل ديت بتخليها يعني ايه هشه جدا ولونها جميل، وفي نفس الوقت بتديكي طعم بتاعت بره، وفي الحر اللي احنا فيه ده كمادة حافظة ليه. تعالوا بقى اما ندوق مع بعض. نختار ايه اللي بالكراميل. هي لسه ما كانت هتحط في التلاجة شوية، بس هي طعمها خفيف جدا وجميلة جدا. بألف هنا وشفا على قلبكم، وقولي ايه رأيكم في التعليق.